في عصرنا الحديث تقول لزوجها: أريد أن أختبر ابني، إيش بده يطلع؟ دكتور، مناضل، فاسد؟ فقال الرجل لزوجته: نريد أن نضع اختبار، نحط كتاب قرآن، وعلى القرنة الثانية $100، وعلى الزاوية الثالثة زجاجة خمر، لنختبر ماذا يريد ابننا. قالت الزوجة لزوجها: بما تفسر؟ قال: إذا أخذ القرآن عالم، وإذا أخذ النقود تاجر، وإذا أخذ الخمر فاسق. فدخل الولد الغرفة والأب والأم يراقبون، فأخذ المصحف، وضع في جيبه النقود، ثم احتسى الخمر. فقالت الزوجة لزوجها: بما تفسر هذا؟ قال: سيكون زعيما عربيا. ما أسهل أن تكون زعيما عربيا. فقط اعجن لك 3 توابل في صحن واحد: دين ومال وخمر، ثم اعتلي العرش لتكون أنت الفقيه وأنت رب المال، وفوق هذا وذاك أنت عاصر العنب. من بغداد إلى ليبيا وصولا إلى اليمن التعيس النهاية واحدة، والمشنوق ليس زعيما عربيا كان هو الدين، هو المال، هو الخمر، ولكنها أمة كان لها تاريخ تنتهي بفعل أوثان عبدتها سنين إلى مصير الغابة. ما حدث في اليمن من نهاية بائسة لرئيس عربي جر وجرجر الرعاع جثته في الشوارع وأمام كاميرات العالم، بعد أن أفرغوه في مؤخرة رأسه رصاصات موجهة من أياد لا ترى بالعقل المجرد من كل تفكير. ما حدث لم يكن اغتيالا لطاغية جثم على أنفاس شعبه ل30 سنة، ولكنها كانت تصفية لبقايا أمة. كانت أمة فأضحت قبيلة، طوائف، قطعان ساق مسخها طغيان حكامها. للأسف لقد أثبتت ثورات الرعاع على أصنامها أن القطيع لا يختلف في طغيانه عن طغاته حين تتاح له فرصة الضغط على الزناد. كلهم في القتل همج. هكذا نحن، أمة بلا إطار ولا عقل، شعوب غبية من المحيط إلى الخليج، لا جلادها فاز ببلح الشام ولا قطعانها عصرت عنب اليمن. فقط صراع أبدي على من يمتلك ثلاثية دين، مال وخمر، يكون بعدها الزعيم على أنقاض أوطان اختزلها زعيم هالك سابق في شخصه المعظم فانتهت معه. لك الله يا أمة ضحكت وضحك من طغاتها ومن قطعانها الأمم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج عمر راسك. البداية من رقصة ديك المذبوح لأمة قيل يوما أنها تخلصت من الاستعمار وطردته شر طردة من المحيط إلى الخليج، لكن الأيام كشفت أن الغزاة اليهود الأمريكان الإنجليز الفرنسيس خرجوا من الأرض ولم يخرجوا من العقول، والنتيجة دوران في حلقة مفرغة عنوانها الاستعمار عقل وليس أرض. حمار كان يشتغل لسنوات طويلة في معصر زيتون أو عنب، لا فرق. حين تحرر لم يصدق دورة الزمن وورثه ملحمة الدوران حول نفسه. هذا هو حال الأمة العربية اليوم، ورهان زعيمها العربي بغض النظر عن اسمه لكي يستمر القطيع في الدوران حول معصرته دين ومال وزجاجة خمر. أتدرون أنه لا ينفجر لغم في الأوطان العربية إلا وعثر المحققون في مكان الجريمة على عمامة أو بقايا عقال يكشفان أن البعرة دلت على أثار البعير. من بغداد إلى دمشق وصولا إلى ليبيا في اليمن التعيس، فإن لسان الدمار واحد: رقصة أمير وشيخ دين وأبار نفط. ترامب أو مجنون أمريكا يقرر نقل سفارة أمريكا إلى القدس تمهيدا لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. السعودية تصعد لهجتها ضد الاستفزاز الأمريكي
بعد أن سمحت للمرأة بقيادة السيارة في انتظار أن تقود الطائرات والصواريخ التي ستزيل من الوجود كل أثر لإسرائيل وأمريكا. إنه السحب المقدس. صارت تذهب لما شاءت بأي ليل ونهار، وقد يتصل بها فاجر أو فاسق، يتصل بها يواعدها لأنها أخذت حريتها. إذا قادت السيارة ستكشف وجهها، ستسافر من دون محرم، ستكون الفرصة مهيئة للقاء بالشباب والشابات وغيرها للتبرج والاختلاط بالرجال ونحوها. طيب، عندها نقص في العقل. وش رأيكم لو أن المرور اطلع على أن رجلا ما عنده إلا نصف عقل، يعطيه رخصة ولا ما يعطيه؟ طيب كيف تعطى المرأة ما عندها إلا نصف؟ وإذا خرجت إلى السوق بينقص زيادة نصف، كم يبقى؟ ربع. إذا نطالب المرور بأن يتحرى، لأنها ما تليق بها السياقة وهي لا تملك إلا ربعا. حينما تركب السيارة وهي تقود سينشغل منها الذهن والفكر والعقل، وحينما تجلس طويل الحوض يرتد، وعن طريق الارتداد يحصل ضغط على المبايض. عندما تجلس المرأة طويلا في السيارة الحوض يرتد ويحصل ضغط على المبايض، ومنه تعجز عن التناسل. هذا هو دين آل سعود، وهؤلاء هم شيوخه الذين خدروا الأمة لقرون بسياسة إباحة ما أباحه الملك وتحريم ما حرمه جلالته. وبين أمس آل سعود وبين اليوم، فإن الشيخ العريفي مثلا وجد أن حل مشكلة الحوض والمبايض السعودية والعربية لن يتم إلا بتدخل الكينج الشاب خالد بسلاح الدي، وذلك لتحرير البيض وكل المبايض. السعودية تكتشف أن حل أزمة الحوض العربي لا تتم إلا بحشد حشود المبايض في انتظار الزحف المقدس. وجايينك يا إسرائيل. الغناء الأدلة كثيرة على تحريمه وأنه لا يجوز. لأول مرة في المملكة وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، ملك الراي الشاب خالد ونجم الراب نالي في أضخم حفل غنائي عالمي تشهده المملكة. أنا حقيقة مسرور جدا بهذا اللقاء، ومسرور جدا بأخي وصديقي جزاه الله خير الأخ خالد عبد الرحمن أبو نايف. الصوت الحسن يا شباب من النعم التي يزيدها الله تعالى لبعض الناس دون بعض. هل كنا على ضلال؟ نعم كنا على ضلال. مثل ما قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. قال بعضهم يزيد في الخلق هو الصوت الحسن يعطاه بعض الناس دون بعض. الترفيه والثقافة بيكون رافد مهم جدا لتغيير مستوى معيشة السعودي في خلال فترة قصيرة. غنى وحرام وهم. كبروا يا اخوان، قولوا الله اكبر على هذا المعصية التي ضربت الارض. الله اكبر. كبروا يا شباب. الله اكبر. الله اكبر. Rock with it, girl. See what I mean, girl. With the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With the bang bang. Come on, turn the radio on. Friday night, and I won't هذه
هذه هي سعودية اليوم، من النقيض إلى النقيض. وما كان بالأمس جهاد وغزوات وتكبير ضد مضامير الشيطان وآلات العود أضحى اليوم حلالا محللا. نموذج العريفي هذا هم من دمروا بفتاويهم المفصلة على مقاتل الملوك دمشق، دمروا دمشق وبغداد وليبيا واليمن، ناهيك عن القدس. وفق الله ترامب لما فيه خير أمتنا. واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد منه بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء والاستقرار والوحدة في القلوب. والحمد لله على ما الله عز وجل من علينا بالأمن والاستقرار كما قلت لكم. عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي من كان يصدق. المهم قضية فلسطين لم تكن يوما في قدس مغتصبة من عدو عقائدي معروف الهوية والأهداف، ولكنها في مكة متلاعب بدينها من طرف شيوخ صادروا العقل بسم الله ليجعلوا من الشعوب قطعانا لزعيم أو خادم حرمين عجن الدين والمال والخمر في صحن واحد وأعلنها تاجا وعرشا موروثا أبا عن جد. هل الأرض كروية الشكل؟ أبدا، إنها مسطحة. وإنهم شيوخ البلاط من اغتصبوا الأمة والقدس والتاريخ قبل وصول ترامب بسنوات ضوئية. الأدلة العقلية بارك الله فيكم، أنكم تقولون أنهم يعني نظريات وما أدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ أنت حمار أنت شحش. خلاص طب خلاص أنا فاهم، قول بقى كمل. تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت ولا رحت فين يعني؟ رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده قول لي. إذا الأرض ليست كروية الشكل ولكنها مسطحة على مقاس عقل هذا الشيخ. لعبة مخابر النفط الدولية كانت من يومها الأول واضحة، صفقة عالمية لمقايضة عقل بول البعير بنفط وتاريخ وموروث أمة كانت خير أمة هدت وعلمت الناس. طبعا كان يجب أن يخلو الجو للبعير بسلاح بول بعير خدر القطعان العربية من شعوب مسلوبة العقل لتسقط بغداد وتدمر الشام دمشق وتمسح ليبيا وتشتت مصر ثم تنحر اليمن. والفاعل أعمامة خليجية استباحت العقل قبل النفط والتاريخ. كان يجب أن يشنق أمثال صدام حسين لأن حياتهم إخلال بمعادلة النفط مقابل بول البعير، والمخطط كان واضحا من يوم أخرجوا زعيما عربيا من حفرة ليقدمه رعاع وملوك بول البعير هدية للعبة الثيران الأمريكية. رحمة الله عليك يا شهيد الغروبة. في عصرنا الحديث تقول لزوجها أريد أن أختبر ابني، إيش بده يطلع؟ دكتور، مناضل، فاسد؟ فقال الرجل لزوجته نريد أن نضع اختبار، نحط كتاب قرآن وعلى القرن الثاني $100 وعلى الزاوية الثالثة زجاجة خمر لنختبر ماذا يريد ابننا. قالت الزوجة لزوجها بما تفسر؟ قال إذا أخذ القرآن عالم، وإذا أخذ النقود تاجر، وإذا أخذ الخمر فاسق. فدخل الولد الغرفة والأب والأم يراقبون، فأخذ المصحف ووضع في جيبه النقود ثم احتسى الخمر. فقالت الزوجة لزوجها بما تفسر هذا؟
قال سيكون زعيما عربيا. ما أسهل أن تكون زعيما عربيا. فقط اعجن لك 3 توابل في صحن واحد: دين ومال وخمر، ثم اعتلي العرش لتكون أنت الفقيه وأنت رب المال، وفوق هذا وذاك أنت عاصر العنب. من بغداد إلى ليبيا وصولا إلى اليمن تعيس، النهاية واحدة، والمشنوق ليس زعيما عربيا كان هو الدين، هو المال، هو الخمر، ولكنها أمة كان لها تاريخ لتنتهي بفعل أوثان عبدتها سنين إلى مصير الغابة. ما حدث في اليمن من نهاية بائسة لرئيس عربي جر وجرجر الرعاع جثته في الشوارع وأمام كاميرات العالم. أن اللعبة أصبحت عارية الصدر، وقرار ترامب بفتح القدس تحصيل حاصل لمخطط تمت صياغته على نار هادئة لنصل إلى نهاية أمة الشتات، أمة عليها قبل أن تفكر في تحرير قدسها أن تحرر قبلتها من آلهة النفط. فترامب الذي وصل إلى أبواب الأقصى فاتحا لن يتردد في المطالبة بحق اليهود في السقاية بمكة المكرمة ومراقبة وحظر حتى تراتيل. في عصرنا الحديث تقول لزوجها: أريد أن أختبر ابني، إيش بده يطلع؟ دكتور، مناضل، فاسد؟ فقال الرجل لزوجته: نريد أن نضع اختبار، نحط كتاب قرآن، وعلى القرن الثاني $100، وعلى الزاوية الثالثة زجاجة خمر، لنختبر ماذا يريد ابننا. قالت الزوجة لزوجها: بما تفسر؟ قال: إذا أخذ القرآن عالم، وإذا أخذ النقود تاجر، وإذا أخذ الخمر فاسق. فدخل الولد الغرفة والأب والأم يراقبون، فأخذ المصحف ووضع في جيبه النقود ثم احتسى الخمر. فقالت الزوجة لزوجها: بما تفسر هذا؟ قال: سيكون زعيما عربيا. ما أسهل أن تكون زعيما عربيا. فقط اعجن لك 3 توابل في صحن واحد: دين ومال وخمر، ثم اعتلي العرش لتكون أنت الفقيه وأنت رب المال، وفوق هذا وذاك أنت عاصر العنب. من بغداد إلى ليبيا وصولا إلى اليمن تعيس، النهاية واحدة، والمشنوق ليس زعيما عربيا كان هو الدين، هو المال، هو الخمر، ولكنها أمة كان لها تاريخ لتنتهي بفعل أوثان عبدتها سنين إلى مصير الغابة. ما حدث في اليمن من نهاية بائسة لرئيس عربي جر وجرجر الرعاع جثته في الشوارع وأمام كاميرات العالم بعد أن أفرغوه في مؤخرة رأسه رصاصات موجهة من آدم لا ترى بالعقل المجرد من كل تفكير. ما حدث لم يكن اغتيالا لطاغية جثم على أنفاس شعبه ل30 سنة، ولكنها كانت تصفية لبقايا أمة كانت أمة، فأضحت قبيلة، طوائف، قطعان ساق مسخها طغيان حكامها. للأسف لقد أثبتت ثورات الرعاع على أصنامها أن القطيع لا يختلف في طغيانه عن طغاته حين تتاح له فرصة الضغط على الجناد. كلهم في القتل همج. هكذا نحن، أمة بلا إطار ولا عقل، شعوب غبية من المحيط إلى الخليج لا جلادها فاز ببلح الشام ولا قطعانها عصرت عنب اليمن. فقط صراع أبدي على من يمتلك ثلاثية دين مال وخمر، يكون بعدها الزعيم على أنقاض أوطان اختزلها زعيم هالك سابق في شخصه المعظم فانتهت معه. لك الله يا أمة ضحكت وضحك من طغاتها ومن قطعانها الأمم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج عمر راسك. البداية من رقصة ديك المذبوح لأمة قيل يوما أنها تخلصت من الاستعمار وطردته شر طردة من المحيط إلى الخليج، لكن الأيام كشفت أن الغزاة اليهود الأمريكان الإنجليز الفرنسيس خرجوا من الأرض ولم يخرجوا من العقول، والنتيجة دوران في حلقة مفرغة عنوانها الاستعمار عقل وليس أرض. إليك عالية عبادك اليمانية كيف لحقت
حمار كان يشتغل لسنوات طويلة في معصر زيتون أو عنب، لا فرق. حين تحرر لم يصدق دورة الزمن وورثه ملحمة الدوران حول نفسه. هذا هو حال الأمة العربية اليوم، ورهان زعيمها العربي بغض النظر عن اسمه لكي يستمر القطيع في الدوران حول معصرته دين ومال وزجاجة خمر. أتدرون أنه لا ينفجر لغم في الأوطان العربية إلا وعثر المحققون في مكان الجريمة على عمامة أو بقايا عقال يكشفان أن البعرة دلت على أثار البعير. من بغداد إلى دمشق وصولا إلى ليبيا في اليمن التعيس، فإن لسان الدمار واحد: رقصة أمير وشيخ دين وأبار نفط. ترامب ولا ناصر في الجوار، فقط لم يبقى لك من خطر إلا جهة واحدة: الجزائر العظيمة، جزائر رنا واقفين التي أحدثت الاستثناء حين أنجبت للأمة العربية شجرة ذر. كليوباترا. بلقيس أخرى لم تستطع الماسونية ولا الموساد الوصول إلى رأسها أو تنيها عن تحرير القدس. ما أعظم جزائر فيها نعيمة صالحي كجدار مقاومة أخير لإبطال ووقف مخططات الماسونية والموساد. نعيمة صالحي: لا رجوع إلى الأمام، فورة فورة، قادمون يا قدس. الناس اللي راح روافد الماسونية ما تقبلش هذا النوع من الناس. هي لسه لازم اي طبعا لازم هذا. لا خيرا يا طمرة وقت فلا راعي مرضت. لازم تستعملوا لي هذا. علاش هم مهتمين بي؟ احنا طبعا انا مؤثرة جدا. يا ان شاء الله طمرة ونذبح لكم عتروس وندير لكم قطعة وانت عايش. روانات يا يجاوبوني شنو هذا. انا الموساد يقدر لي بحاجه وحده، أيوة. انه يصفيني جسدي. أنا مؤثرة ولهذا يحاربني الموساد. المضحك أكثر أن كليوباترا الجزائرية لم تكتفي بهذا التخريف، بل نشرت لها على صفحتها منشورا أرعب الموساد، أرعبه، وخاصة بعد أن رأى صورة فوتوشوب للزعيمة وحولها ترامب وأردوغان وزعماء آخرين. هؤلاء كانوا يراودونها على التهدئة، وقد كتبت: صورة رائعة ولكنها ليست مستحيلة إذا أعطيت للمرأة الجزائرية المسلمة المحافظة حقها في تبوء مراتب تليق بقدرتها ومهارتها بين الأمم. المستحيل الذي لا يتحقق هو أن تكون نفس المرأة في نفس المكانة مع العرب والمسلمين، لأنهم يرون فيها مجرد سلعة يتاجرون بها سياسيا. دون تعليق، عدا أن نعيمة صالحي قادمة كبديل ليس فقط للسلطة في الجزائر ولكن في العالم العربي. اللهم عافنا واشفي مرضانا الأحياء منهم والأموات. بورقعة ينصح نعيمة صالحي: مكانك في مركز تجاري لإرشاد الأطفال التائهين. المهم، على ذكر الجزائر وموقعها الإقليمي وبعيدا عن الخليج ولعبة البعرة ومع هبول البعير والبعير ذاته، الجزائر الرسمية لا زالت واقفة، لا زال واقفين. مصافحة وزيرنا الأول لا لبس فيها، غير أن جارنا الملك دار منها حكاية. لا شيء غريب هنا. أين الإهانة هنا؟ الملك قلنا عنه أنه تاجر زطلة، وردة فعله أنه قدم يده بترو وهدوء ليثبت أنه المسطول الذي قلل من شأن دولة لا تزول بزوال الرجال لكنها زالت. ويحيى يبرر ويتهم أطرافا أجنبية ممكن الموساد بالنفخ في بطولة افتراضية للملك. لقد هن فهان الهوان عليه. أعتقد أن هذا أضعف الإيمان ما بين دولتين جارتين. احنا نأخذ في صورة جماعية رؤساء الوفود ونفوت أمام ملك المغرب. من الأدب ومن ضروري نحييه. شوف، ما تتصوروش أن بيننا وبين المغرب جدار.
بيننا وبين المغرب خلاف حول قضية الصحراء، بيننا وبين المغرب شكاوي جزائرية على تدفق المخدرات. من قد يكون وراء هذا الترويج وهذا التهويل في الشبكات؟ إذا كان فيه تعليق وترويج وكذا لازم الإنسان يطرح لنا على نفسه سؤال، خاصة تفضلتي قلتي في الشبكات الاجتماعية، من وراء هذا الترويج وما هو قصده؟ الحقيقة يا سي أحمد أن ما حدث إهانة، والتقليل من شأن ذلك لم ينزع هذه الابتسامة الماكرة من ماكرون وهو يراقب ترنخ الملك وتغنجه. ماكرون كذلك لم يهن رئيس بوركينا فاسو أمام شعبه وفي دولته، لقد كان يقصد المكيف الهوائي كما تدور. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va rester là. Du coup il est parti réparer la climatisation. ماكرون هذا يعرف جيدا ما فعله في بوركينا فاسو، ويعرف جيدا ما سيفعله في زيارته إلى الجزائر. ماكرون لا توبة ولا اعتذار، فلا يمكننا أن نبقى رهينة للماضي. الأمور واضحة، الشيء الوحيد غير الواضح أننا البلد الذي لا يعرف ما يريد وإلى أين يتجه. آخر الكلام في هذه الفقرة مجموعة عناوين عابرة للمسخ. مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية قالت أن برلمانيا جزائريا لمس منطقة من جسدها. صحفية صينية تتهم نائب رئيس المجلس الشعب الوطني ومرافقيه بالتحرش الجنسي. فتاوي مجهولة تبيح لهم الزنا بدعوى قراءة الفاتحة. زواج المتعة يغزو المدارس، وتلاميذ ضحايا أفكار شيعية. السلطات تحضر لإطلاق مخطط وطني لتنظيم النسل وتكرر سيناريو الثمانينات. حبوب منع الحمل مجانا لخفض الولادات بسبب التقشف. عناوين تصب في سياق تحرش، زواج متعة، وحبوب منع الحمل. النتيجة بهدلونا قدام لجنات في الجزائر اطلبوا الجنس ولو في الصين. إلى الفقرة الموالية إلى يحكى أنه في زمن المضى. يحكى أنه في زمن مضى. قام مجموعة علماء بوضع 5 قرود في قفص واحد، ووسط القفص وضعوا سلما ينتهي إلى أعلى القفص. علقوا في آخر السلم قليلا من الموز. بدأ القردة يتنافسون للصعود إلى الموز، وكلما صعد قرد إلى أعلى السلم لقطف الموز يقوم العلماء برش باقي القردة بالماء البارد، لينتهي الحال أنه كلما حاول قرد الصعود منعه باقي القردة بالقوة، وذلك خشية أن يتم رشهم بالماء البارد. بعد فترة امتنع كل القردة عن قطف الموز. هنا استبدل العلماء قردا قديما من ال5 السابقين بقرد جديد. القرد الجديد دشنه بداية تشريفه للقفص بمحاولة الصعود للموز، لكن القردة ال4 ضربوه وأنزلوه بالقوة، وبعد عدة محاولات فهم القرد الجديد أن الصعود إلى السلم ممنوع رغم أنه لا يدري السبب. قام العلماء باستبدال قرد آخر بواحد قديم من ال4، فوقع له ما وقع للقرد البديل الأول. والغريب أنه حتى القرد البديل الأول شارك زملائه القردة في ضرب القرد البديل الثاني وهو لا يدري لماذا. تكررت عملية استبدال القردة ال5 بقردة جدد حتى اجتمع في القفص 5 قردة جدد لم يتم رشهم أبدا بالماء البارد، ومع ذلك ظلوا يقومون بمنع وضرب أي قرد يحاول صعود السلم لقطف الموز دون أن يعرفوا السبب.
النتيجة: لو امتلكنا القدرة على طرح سؤال على القرود أو القردة الخمسة الجدد لماذا تضربون كل من يصعد بقطف الموز؟ لقالوا: وجدنا آباءنا لها عابدون أو ضاربون. بنفس الطريقة تتم صناعة وصياغة الغباء السياسي والديني والاجتماعي والثقافي على مدار السنوات الأولى والسنوات الأخيرة، إلى درجة أصبح فيها العقل الجماعي للشعوب عبارة عن مخزون من الغباء والتقليد الأعمى لقوانين لم يكن جزءا من صياغتها ولا علم له بماهيتها وجذورها، لكنه فقط وجد جده اكفر بالموس فكفر به دون أن يتذوقه. هكذا يعشعش الجهل، وهكذا تصنع الأنظمة ما يسمى بالقوالب الجاهزة التي تتوارثها الأجيال أبا عن جد. إلى الفقرة الموالية. فقرة قالوا وقلنا، أو اكتب حتى نراك، اكتب حتى نراك. رأيت فيما يرى النائم أني دخلت الجامع الأعظم، توضأت ثم صليت ركعتين ورفعت أكف الدعاء لكل من ساهم في تشييد هذا الصرح، الألماني الذي صمم، والفرنسي الذي أشرف، والصيني الذي نفذ، وصاحب أو لصاحب الفكرة وحامل المشروع ومخلصنا فاتح ما بعد الفتح، عبد الحكيم عبد اللواء. رأيت فيما يرى النائم يا سي عبد الحكيم أن عجوزا مات من شدة البرد بزيرالدا، يعني بالعاصمة وليس بدشرة أو دوار بعيد، وطبعا قد يكون ذلك العجوز قبيل وفاته بدقائق قد رفع رأسه إلى السماء وشاهد منارة الجامع الأعظم ودعا للألمان وللفرنسيس وللصينيين بكل خير. رحل صالح وقد حل الخراب باليمن، ورث شعبه الجوع والحرب، وورث عائلته وأنصاره فأرا سيكون وقودا لسنوات أخرى من الحرب، وكل ما ناله هو أنه بقى صاحب سلطة إلى آخر لحظة من حياته، لكنه لا يعرف أي صورة انتهى إليها حكمه وأي صورة أخيرة ستبقى متداولة عنه. إنها صورة الهوان الذي يورثه الحب الأعمى للسلطة والتمسك الجنوني بالكرسي. نجيب بالحيمة صوت الأحرار، جريدة صوت الأحرار. هذا ما يسمى في البلدان العربية يا أستاذ نجيب نهاية العشق الممنوع، حيث سقوط العروش أصبح مرادفا للتاج فليس البقية. تفهم، ليتها تفهم أن الكراسي لا تؤخر النهاية إذا ما صار القطيع وسقط الطور من فوق. الإهانة التي تلقاها رئيس بوركينا فاسو في عقر داره من طرف ضيفه الرئيس الفرنسي فيها من التحقير والإساءة والاستخفاف من مقام رئيس دولة مستقلة نظريا ما يستدعي إعلان حرب لو اقتضى الأمر ذلك، وبأضعف الإيمان طرد السفير الفرنسي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة المستقدرة. لكن لا شيء من ذلك وقع أو سيقع. عيسى جرادي، جريدة البلاد. الاستعمار يا أستاذ جرادي تلميذ بليد، لكن الأكثر منه غباء وقابلية للاستعباد والبلادة هو ضحيته، حيث لحقت في إفريقيا بالذات أن الضحية مولعة بجلادها، ولو أن ماكرون هذا شك للحظة واحدة أن رئيس بوركينا فاسو سيبصق في وجهه ما تجرأ فتى البارحة على استنساخ صورة أجداده في استعباد وما اقتضى لنفسه ذلا ومهانة. فيسبوكيا أو كتبوا على جدرانهم الافتراضية، هذا على فرض أن هنالك جدران افتراضية. تغلط أتخلص، تكتب حرف حاسب عليه. سأطلب من ماكرون زيارة الجزائر مرة كل شهر لكي نقضي على القاذورات والأوساخ. مصطفى عبدو. يا سي مصطفى، حينها قد تصل جرأة الضيف إلى السؤال عن حال المكيفات الهوائية، وتقع الحكومة في حرج تاريخي يفوق حرج حادثة المروحة. خليه يزورنا كل عام مرة، كل سنة مرة. هم يضحك وآخر يبكي. قديما النظافة من الإيمان، الآن النظافة من ماكرون. في إحدى الجامعات سأل الدكتور طلابها إذا كان هناك 4 عصافير على الشجرة وقرر 3 منها الطيران فكم بقي على الشجرة؟ أجاب الجميع 1، لكن أحد الطلاب اختلف معهم وقال بقى 4 عصافير. تعجب الجميع وسأله الدكتور كيف ذلك؟ قال لقد قلت قرروا ولم تقل طاهوا، واتخاذ قرار لا يعني تنفيذه. كانت هذه هي الإجابة الصحيحة بالفعل. توفيق زيرك. في الحقيقة المشكلة مثلا في الجزائر مشكلة قرار وليست مشكلة طيران،
فنحن وللتاريخ بلد والأصح عصفور طائر، وعلته في تحديد وجهة الطيران. يعني القضية في القرار يا سي توفيق، معادلتك خاطئة، لأن القرار يعني الوجهة. صباح البراءة. بعد عودته من المدرسة سألت ابني عن امتحان مادة التاريخ فأجابني بكل ثقة، كان سهل بالذات. وعن الأسئلة رد علي، سألونا عن مؤسس الدولة الجزائرية، جاوبت عبد العزيز بوتفليقة. حاجة باينة ماما، شكون ما يعرفوش، الله يرحمك يا الأمير عبد القادر. نادية غمادي. دون تعليق يا نادية، ما رماش نصيب مشاكل، حتى أنا أؤكد ما قاله صغيرك. إلى فقرة خاتمتها السيرك. خاتمتها سيرك، والسيرك كما نعلم فنون وجنون ومجون أحيانا. للأسف في أحيان كثيرة يكون السيرك حزين وباكي، وخاصة حين تكون النهاية بهذا الشكل الدامع. عجوز في عمر 70 عاما يلقى حتفه بسبب البرد بالعاصمة. عادي، سيارة الإسعاف كانت مشغولة بإسعاف فريسة من هذا النوع. كما الشعب العظيم والطيب لم ينتبه العجوز بسبب رحلة البحث عن الحليب طوابير هنا. ومشكلة الحليب مشكلة الجوع كذلك. مواطن يبحث عن طعامه في انتظار أن يقتله البرد في أول فرصة. المهم، فرنسا بخير بالجزائر، والدليل تحيا فرنسا. هذه أيضا في الجزائر على بعد أمتار من مقر ولاية وهران. هل الأزمة في المسؤولين أم في سكان العمارة؟ الأزمة في وطن بهذا الكرنفال. الأزمة ليست فقط في مجال القدرات، ولكن مسلسل الكرنفال هنا وهنا. أمام هذا الواقع ليتني كنت سفيرا في تونس. قمة النهاية وقمة التحجر والدبلوماسية. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام في عدد قادم بإذن الله.